مش معنى إن دوّة عيد لحمة مش هنعمل فيه بسكوت، النهارده إن شاء الله هاعمل معاكم بسكوت على شكل خروف العيد، حاجة كده اللهم بارك جميلة جدًا، خصوصًا لو ما جبتيش خروف أو كده مش مهم، هنعمل النهارده خروف في البيت على شكل بسكوت خطير هيعجبكم أوي. سموا الله وصلوا على الرسول، وعندي نُص كوباية من الزبدة هابدأ تكون بدرجة حرارة المطبخ يعني سايلة كده، وهاطحنها وهاحط عليهم نُص كوباية من السكر البودرة، لازم يكون سكر بودرة، ولازم الزبدة تكون سايلة كده. لو عندِك مضرب يدوي هيخفف عليكِ الخطوة دي، أنا هاضربهم بإيدي لغاية ما يدوني قوام فاتح كده، هاكون محضّرة كوباية ونُص من الدقيق هاضيفهم بالتدريج، ممكن ما تحطيهمش كلّهم يعني تحطي كوباية وما تحتاجيش النُص حسب نوع الدقيق اللي معاكِ. حطيت عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر زي ما قُلت وبدأت إن أنا أعجنهم. العجينة طبعًا بُصّوا أنا باحط الدقيق بحرص إزاي عشان ما تنشفش منّي. هابدأ أقسم العجينة على نُصّين، نُص هاحط عليه معلقة من الكاكاو والنُص التاني هاسيبه أبيض زي ما هو. باضيف عليه معلقة من الكاكاو وأعجنه كويس، والنُص ده احتاج منّي حطيت له لقيته ناشف جدًا حطيت له معلقة من المَيّة، معلقة واحدة بس مش أكتر من كده. ريّحت العجينة في التلاجة نُص ساعة وفرشت كده ورق تلاجة، أكياس من أكياس التلاجة، فتحتها كده فتحت كيسين وبدأت أفرد عليهم العجينة، لو ما فيش أكياس تلاجة هنفردها على ورقة زبدة، خدوا بالكم العجينة بتكون مفرولة جدًا لازم نتعامل معاها بحرص، وما ينفعش أفردها على الرخامة لازم أفردها يا على ورق زبدة يا على أكياس تلاجة، المتوفر عندِك حطيه. هافرد العجينة تكون يعني مش تخينة أوي ولا رفيعة، 1 سنتي كده. وهاجيب بقى القطاعة اللي معايا وأقطعها على أشكال، الشكل ده حلو جدًا. بُصّوا العجينة مش مستحملة عشان ما فيهاش أي سوايل، السوايل بتخلّيها تمسك نفسها. ممكن تضيفي بيضة بس أنا الحقيقة ما باحبش يعني ريحة البيض في المعجنات خصوصًا البسكوت والحاجات دي. هاشيلها بقى بحرص كده بالراحة خالص وأحطها في الصينية، بُصّوا مش مستحملة أي حاجة. أشيلها على سكينة أي حاجة بقى عندِك كده تكون عريضة تطلّعيها عليها بالراحة، وباشيل الزوايد دي وهالمّها تاني يعني وأعملها نفس الشكل كده. بُصّوا بالراحة خالص وإحنا بنتعامل معاها، لو بتحبي ريحة البيض هتحطي بيضة بعد ما تعجني يعني ما تلمّي الدقيق بالسمنة بالسكر وهتحطي عليه كيس فانيليا، أنا صراحة زي ما قُلت لكم مش عايزة فيها بيض. أنا كده بُصّوا التاني بقى ده اللي باقي مني هالمّه وهاعمله كورة هافرده تاني يعني. والعجينة اللي بالكاكاو برضه باعملها نفس الشكل، بافردها بالراحة كده بحرص بين كيسين من أكياس التلاجة، الفرادة اتكسرت مني هاضبطها وارجع أعمل بيها تاني، جبت شكل النجمة برضه وبدأت أعمل بيه شكل النجمة عشان كنت حاطة له معلقة من المية يعني كان متماسك شوية، لو جمدت معايا ينفع احط لها معلقة مية احط لها معلقة مية معلقة بس مش اكتر من كده. بصوا بقى بشيل كده بالراحة ان انا شغاله معاكم على السفرة عشان حقيقي بنضف في المطبخ فالدنيا يعني مش افضل حاجه فيه، بشيلها كده بالراحه. واللي بيبقى مني كان الصينيه كان فاضل 2 عملتهم، وهجيب بقى غطا من غطا ازازه او اي اشكال بتعمل دواير صغيره تكون متوفره عندكم، غطا الازازه هيوفي الغرض مفيش اي حاجه يعني. وده اللي هي هتبقى راس الخروف، بصوا هحط كده راسه وهعمل له بقى الودان، جميل قوي يا جماعه طعمه خطير بجد والله العظيم تحفه. لو ولادكم بقى موجودين هيفرحوا قوي بيه ويشكلوا معاكم كمان هيتبسطوا جدا. هبدأ كده اعمل باخد دايرة وبقسمها على نصين بشكل حودة كده على شكل اللي هو تديني يعني شكل ودن الخروف، وبحطها جنب الراس كده ودن من هنا ودن من هنا. بصوا دي ما كانتش باينة بصوا كده بالشكل ده.
هبدأ بقى اجي اعمل له ايه زي رجل كده، هاخد حتة عجينة صغيرة خالص واعملها زي ايه رجل كده. بعمل بقى الرجل التانية، بجيب قطعة من العجينة صغيرة، بصوا ده الشكل. بجيب بجيب بظهر السكينة كده، او لو عندك هلا هيكون افضل. ودلوقتي هتشوفوا هعمل له عين كده، يعني عين هنا وعين هنا. هشيل بس بحذر كده الراس. بصوا بالراحة وانا بتعامل مع العجينة، كل شوية بقولكوا بالراحة عليها عشان هتكون يعني مش ماسكة نفسها اكتر حاجة يعني. بحط له الراس والودنين والرجلين. بصوا هعمل بقى بالسكينة شكل عين كده من هنا او من هنا. العجينة البيضة بقى بحط فيها البني، والبني بحط فيها البيضة، وهكذا العكس يعني. هشكل بقى كل الكمية اللي معايا وارجع اوريها لكم باذن الله. انا بس هوريكم ان انا الدايره اللي هو اللي معموله بغطا واحد دي بعمل منها لكذا خروف يعني، لكذا راس، كذا شكل يعني. تقدروا يعني تعملوا اشكال كتير، وطبعا هتطلعوها احسن من كده وافضل من كده 100 مره، بس انا اعطيتكم فكره ان شاء الله يعني تعجبكم باذن الله، وهتعجب الولاد جدا زي ما قلت لكم. هعمل بقى كل الكميه وهرجع اوريها لكم ان شاء الله. هنا خلصت كل الكمية اللي معايا، هغطيهم بكيس من الأكياس اللي أنا كنت فاردة عليها، واحطهم في التلاجة أريحهم يعني لغاية نص ساعة برضو عشان العجينة تمسك نفسها. بدخلهم رف أوسط، نار هادية جدا، نص ما بياخدوش 10 دقايق في الفرن. أول ما بتلون معايا كده بخرجها، ما تحركوهاش أبدا وهي سخنة عشان العجينة تطلع معاكم، يعني عشان الأشكال دي تطلع معاكم بالراحة جدا كده وانا بحركها. ولو متحركش بسيبها، يعني ما بضغطش دلوقتي عشان هي هتخرج بكل سهولة. اهو اللي تطلع معايا بسهولة بطلعها، ما بتطلعش بسيبها كمان شوية هتطلع. تبقى تبرد خالص، ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. ما بنشغلش الشواية ابدا، بنشغل من تحت نار متوسطة درجة حرارة 180، وبتطلع معانا اللهم بارك بالعظمة اللي احنا شايفينها دي. هوريكم من تحت لما تاخد اللون اللي هتشوفيه دلوقتي معايا، تبقى كده تمام وزي الفل. بصوا هوريكم لونها، انا تقريبا نسيت اقلبها من تحت. هو لون ذهبي كده خفيف خالص، هوريهولكوا دلوقتي. خروف ده ولا مش خروف؟ حاجه كده اللهم بارك. مش هقول لكم حطوا لايك، هقول لكم حطوا قلب، قولوا لي كل سنه وانتي طيبه. جربوه، بسكوت هش جدا خفيف. بصوا طعمه تحفه بجد، احسن وافضل من اللي بنشتريه من بره الف مره، وكمان هيفرح الولاد جدا. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله انتظروا مني احسن الوصفات. اشوفكم على خير، مع السلامه.